فيها دلوقتي الصلاه والوضوء من الناحيه الطبيه، الاعداد العلمي فيها ازاي وانا بتوضا هي عباده وفي نفس الوقت علاج لكل الامراض. اشكركم على الوقت الجميل قوي ده، كنت ضيف تقيل عليكم شويه من كليه الاداب جامعه القاهره. كان معكم سعد المصري معالج الرفض الاقتصادي والسياسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهنفتح الاسئله دلوقتي. حضرتك بس انا عايزه اعرف حضرتك متخرج من قسم ايه؟ كان كنت في اعدادي سنه 2000 وبعد كده بقى كملت في المجال دوت، والحمد لله بقيت يعني بيقولوا ويقال كده اشهر واحد في مصر يقدر يشخص الامراض من خلال النظر لبطن القدم. اقدر اجيب لك من شعرك لغايه ضفر رجلك تفصيليا ايه المشاكل اللي عندنا. حتى الناس تستغرب، واحد يقول ده سحر، لا ده مش عارف ايه، ده ابصر ايه، لا ده علم. دوت علم. اقدر اعرف كل حاجه من خلال ايه؟ بطن القدم او من خلال الايدين. بس دايما بنقول ان القدم هي دقيقه جدا جدا عشان يديني وصف دقيق للامراض الموجوده عندي. دكتور عايزين نشوف حالة عملية. عايزين نشوف حالة عملية. لو عايزين الشباب بعض الشباب يبقى حد بره بس هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ هنشوفه عن طريق يلا طيب. وعلى فكره كل قال كده هجيب بقى تحليل فلسفي وتحليل نفسي عليه. اولا استاذ عبد الرحمن هو شخصيه قياديه، شخص بصري. معنى ايه الشخص القيادي البصري دوت؟ القيادي البصري ده اللي هو اي حد يكلمه في تفاصيل لا انجز، ما دام هو عارف التفاصيل مظبوط، ما بيحبش يعرف التفاصيل وداخل كتير وبتاع. شخص بصري بيتكلم كده بالايدين وبتاع، ولذلك اول واحد قال انا. فاكرين كده كان في محاضره الدكتور ابراهيم الفقي لما كان بيتكلم قدامه مش عارف كام الف واحد وراح طلع $20، قال مين اللي عايز ال $20 ديت؟ كل الناس وهي قاعده قالوا ايه؟ انا وراحت واحده قامت من وسط المدرج وجت قالت له انا وراحت كده. هي دي الشخصيه القياديه، الشخص اللي هو مش بيتكلم، لا ده بيتكلم بينفذ. لكن احنا اكثريتنا بنخاف نتكلم حلو قوي، لكن عندنا عمل لا يا عم يا عم. طيب نبص كده على الايدين. نيجي نبص كده هنلاقي هنا العمود الفقري، هنا الراس. لو مستغربين هنا العمود الفقري، اوكي، هنا الراس. عندي الجزء اللي هنا دوت، بصوا مجرد ما بضغط عليه هيحس هو بألم شويه، صح؟ ده الجزء اللي خاص بالامعاء والقولون، الامعاء والقولون. فلما اجي ابص كده على الكف الايد، مش احنا بنقرا الكف وقدامك سك السفر وقدامك مش عارف واحده ايه، لا الكلام ده طبعا انا لا اعترف بيه، يعني والله اعلم اذا كان فيها ليه علوم والكلام ده. لكن احنا بنتكلم بقى في علم الريفلكسولوجي، هنلاقي ان الاستاذ عبد الرحمن من الشخصيه العصبيه شويه، ان كان باين هنا هادي شويه بس لسه عشان اول السنه، لكن هو تلاقي في البيت عصبي، صح كده؟ نرفز وبتاع فين الاكل مش كده؟ هتلاقي ان عنده القولون عصبي شويه من كتر الانفعالات. عشان كده بقول لك خلي بالك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابه بيقول له هو مجرد ما بقول الكلام ده هو اللي دخلني الجنه ولا النار؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هو ايه اللي هيدخلنا النار الا غير ايه؟ حصاد السنتنا. هو اللسان ده اللي يودي الواحد في داهيه، هو نفسه يعني، مش مجرد بس انه بيتكلم على الاخرين. فهنا عنده مشكله في القولون، هتلاقي القولون عصبي شويه. مجرد ما بياكل مثلا فول حبه قد كده او طعميه، لا حصل انتفاخ شويه في المعده، صح؟ ما بياكلهاش يعني بس كده عارف ان هو ايه؟ في مشاكل في القولون، فبحاول ابتعد عن الاطعمه او عن الاكل اللي يحصل عمليه ايه؟ انتفاخ. عشان كده كذا واحده تجيلي في العياده تقول لي بص انا خسيت كل حاجه الا بطني، بص انا جسمي بقى كويس، البطن عاليه. ليه ما تعرفش ان عندها ايه؟ قولون، او عندها تاكل اكل معين او اكل صغير خالص تلاقي البطن حصل انتفاخ رغم انها ماشيه على الدايت او الرجيم. بنسيب احنا دايما اليوم مفتوح، اليوم المفتوح ده تاكل فيه هي اللي عايزاه، بس لما تاكل بقى تاكل الحاجات اللي ضد ايه؟ القولون. عبد الرحمن من النوع القلوب شويه، بيفكر كتير جدا، في توتر في دماغه، ممكن النوم بتاعه يكون نوم متقطع احيانا، مظبوط كده؟ ده معناه ان هو تفكير، وهو ده اصعب حاجه عند الانسان. يعني انا دلوقتي الكمبيوتر بتاعنا لو فضلت مشغله وتيجي تسيبه فتره طويله جدا هتلاقي صفر. التكييف، الثلاجه لازم نفصلها. احنا عندنا يا جماعه عيبنا ان ما بنفصلش ده، لازم تفصل.
عارفين مجرد لما بتطلع من مدرج لمدرج او محاضره لمحاضره استنشق كده وطلع النفس بقوه 3 مرات بتغير الدوره الدمويه في جسمك كله، بتنشط 30 تريليون خليه موجوده في الجسم. مجرد ان انا اتنفس صح وابص كده على الجنينه والكلام ده كله هتلاقي عندك نشاط قوي جدا جدا انك تحضر 4 5 محاضرات تاني. لكن كل حاجه ده في محاضره في محاضره محاضره في محاضره محاضره في محاضره ما بنوصلش بالتالي اكتسابات ايه؟ والله ولا هحضره تاني. مش فاهم حاجه ده، طب وايه؟ اولى بقى ولازم نلتزم. عشان كده تلاقي معظم طلبه الاداب فين؟ بنحضر عند الجواله والاسر والحاجات دي. طيب انت مختلف السلطه صح؟ السلطات الخضراء والحاجات دي كلها ما بياكلهاش، وهو ده فعلا عندي هنا نقص فيتامين اي وفيتامين بي المركب. يمكن الواحده تحسها اكتر في تساقط الشعر، الناس اللي هي شعرها بيقع والكلام ده كله بيكون نقص فيتامينات مهمه جدا جدا، منها فيتامين ايه يا جماعه؟ اي وبي المركب. طب دون ازاي ان انا احله او نعالجه؟ ممكن نشرب كل يوم الصبح كوبايه لبن، اوكي؟ وكوبايه اللبن دي احط معاها معلقه عسل اسود او طبيعي، واحط معاها نص معلقه خميره بيره. عارفين الخميره بيره الفريش ديت مش البودر اللي هي بتيجي من الفرن، ديت بيسموها بتوع الاعشاب والناس اللي شغاله في الصيدليه الخضراء تاج فيتامين بي، على اساس ان فيها كل انواع فيتامين بي من اول بي 1 لبي 12، وتلاقيها حاجه هايله قوي للشعر وللبشره والهالات السوداء اللي تحت العين والتجاعيد اللي بتيجي هنا والكلام ده الطابور. شايفين؟ دي الخميره بيره بس. لو احنا هنقعد نتكلم عنها ندي 30 محاضره و30 دوره بموضوع الخميره بيره والفوائد بتاعتها والكلام ده كله. تمام؟ انا من غير ما ابص له استاذ عبد الرحمن مدخن مش كده؟ المدخن عندك حساسيه على اساس الدخان؟ ممكن يكون صحابه 30 سنه. طب لو في دخانه او في كذا تلاقي صدرك دخل عليه صح كده؟ هو بالفعل عندي هنا بيديني اشارات انه في حساسيه على الصدر. فانا دايما بساله مدخن، ممكن اذا ما كانش مدخن ايجابي يعني هو اللي بيدخن ممكن يبقى قاعد في نص الجروبات بيتدخن وهو بيستنشق، وده تاثيره سلبي اكتر من المدخن الطبيعي. عشان كده دايما كده لما تلاقي اي حد بيدخن اطلع من المكان اللي هو بيدخن فيه، او هو طلعه يروح في اي حته بلكونه حمام ايا كان. خلاص؟ مثلا يعني الريحه بقى بعد كده حاجه صعبه جدا يعني. خلاص يا جماعه؟ طبعا هو في حاجات كتير جدا بس ما ينفعش ان انا اقولها على الملأ، ولكن هحييك جدا. طيب تحبي؟ اتفضل. عندنا شخصيه مصريه قياديه ثانيه اهو، معناها كتوبه قوي وخجلانه وقلبها دلوقتي تك 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 تك. ميدو صح؟ اسمك ايه؟ ريهام؟ نشوف كده ريهام. طبعا احنا كده حفظنا خلاص الخريطه هنا ايه؟ الراس، اوكي؟ الراس ده اللي هو المخ، ديت الانية اليمين. عند المخ منقسم الى قسمين، فص ايمن وفص ايه يا جماعه؟ ايسر. خلاص؟ طب ركز معايا كده شويه. ها؟ اوكي؟ عندي هنا المخ ده الفص اليمين، عندي هنا العمود الفقري زي ما قلنا، هنا الامعاء، القولون. عندي هنا المسؤولين عن الخصية عند الرجالة أو الجهاز التناسلي عند الأنثى. في حتة مهمة جدا بقى نقدر إن احنا نقولها لكل الناس اللي بتعاني من مشاكل الطمس. ده تقريبا يبقى قبل البيريود لما بتيجي بتلاقي فيه آلام كتير جدا في البطن. في لو سمحت أنت بتحس بالأحاسيس دي؟ اللي بيحسها من الرجاله يبقى حاجه ثانيه بقى. فبتلاقي المزاج عندهم على فكره بيبقى متلخبط جدا. عشان كده الشباب حذاري اللي خاطب او المرتبط او المتجوز ويلاقوا لا مراتي اتغيرت معايا بالمده. طب انت شوفها ايه ظروفها؟ لان في الوقت ده يا جماعه الحاله النفسيه والحاله المزاجيه بتاعتها متلخبطه. طب عايزه انت جيت بتحبك وكل حاجه، لكن في الوقت ده هي مش طايقه نفسها، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان احنا نتجنب
ان احنا نقترب منهم في الفتره ديت. مش الاقتراب الجنسي وبس، حتى كمان المزاج لازم ان انا اوكي يا حبيبتي انت عايزه ايه؟ بدل ما تتذبح. في اوروبا قانونا لو واحده عملت جريمه والوقت دوت كان الاثبات